ازيكم عاملين ايه؟ تعالي بقى النهارده حضري كده كوبايه الشاي بتاعتك، وتعالي هقولك ازاي لو انت نفسك تعملي شنط رمضان. بس طبعا الظروف الاقتصاديه مش احسن حاجه. هقولك بشويه حاجات بسيطه خالص ازاي هتعمليها وهترضي نفسك، وفي نفس الوقت برضو هتاخدي ثوابها الكبير اللي هو انت ان شاء الله كده عبال ما يجي رمضان. شوفي بقى خيرات رمضان، يعني ده الحسنه فيه ب10 اضعاف، والله يضاعف لمن يشاء. فاحنا هنعمل ايه؟ علبه زي دي كده بتبقى موجوده عندنا في كل بيت، بتاعت سلكات سنان، بتاعت اعزكم الله القطن بتاعت الودان، او لو عندك بوك قديم، شنطه قديمه، كوبايه يا ستي من النيش. المهم حاجه تبقى ايه مخصصه كده تحدي شنطه رمضان. هتتحدي شنطه رمضان دي بايه؟ انك كل يوم هتحطي 5 جنيه فيها. اوعي تبخلي على نفسك. طبعا لو انت معاكي امكانيه باكتر من 5 جنيه زودي، خليها 10، خليها 20. بس انا بتكلم على الناس اللي هي زي حالاتي كده، اللي هي ظروفها على الله حكايتها، يعني اللي ربنا كده ايه ممشي بيتهم بالحمد لله بالستر زي ما بيقولوا. فهنقول ايه؟ كل يوم 5 جنيه في العلبه كده اهوت، هتحطيها اكنها زي مصروف الولاد، هترميها في قلب العلبه دي. في ال4 شهور هتكوني جمعتي في الشهر الواحد 150 جنيه، على 4 شهور هيبقوا حوالي 600 جنيه. ادي كده اول حاجه عملناها، ان احنا حوشنا ازاي ال600 جنيه اللي هنعمل بيهم. لو احنا عدد افرادنا 4 هيبقى لكل واحد فينا هتطلعي باسمه كده شنطه. هتجيبي بقى ايه؟ ال600 جنيه بتاعتك كده يا ست الكل اهيت اللي انت جمعتيها. هتجيبي اول حاجه الرز، مثلا انا عندي ب22، خليه عندك انت ب25 جنيه كيلو، لان انا بجيبه من المفرقه بيبقى ارخص. انت بقى طبعا ساعتها هتحاولي تدوري على الناس اللي هتديكي بسعر اقل. عفوا، حتى لو جنيه اقل هيفرق معاكي. هتجيبي بيه كيس ملح يا ستي. المهم ان انت تبقي حطيتي حاجه في شنطتك بتبقى كويسه برضه. هتجيبي 4 كيلو رز ب100 جنيه، يبقى كده اتبقى كام؟ 500 جنيه. جبنا اول حاجه رز. تعالي هتجيبي مثلا كيس سكر. الكيس السكر مثلا دلوقتي حاليا سعره نزل بقى ب30، خليه يا ستي هيبقى مثلا 35. 35 في 4 بكام؟ ب140. تعالي هنجيب ايه تاني؟ مكرونه. في اكياس مكرونه بتتباع من اول 9 جنيه و8 جنيه و10 جنيه، خليها 10 جنيه. هتجيبي 4 شعريه زائد 4 مرمريه، ادي 40. 4 في 10 ب40، و4 في 10 ب40، يبقى معاكي كام؟ 80 جنيه. جبتي بيهم مكرونه 8 اكياس في 10 ب80. يبقى احنا حطينا رز وسكر ومكرونه، يبقى معانا كام مثلا دلوقتي؟ 80 و100، 180 و140، يبقى 320. لسه معانا مبلغ برضو كويس من ال600. خلي بالك انت لو ما بدأتي من دلوقتي، النهارده 20 اهوت، لو انت بدأتي من النهارده تاني يوم على طول هتجمعي كمان 10 ايام في 5 ب50 جنيه، يعني هيبقى معاكي 650. بس احنا بنتكلم في ان احنا خلينا ان احنا برضو هنبتدي من قبل رمضان بكام يوم، فاحنا مش هنجمع غير اللي هم ايه 600 جنيه. تعالي ممكن تسألي على الزيت. الزيت مثلا ممكن تلاقي برضو الزيت في حدود 35 الازازة، ممكن تلاقي فيه ب30، خليها برضو في 35. 35 في ال4 ازايز يعني 140 كمان. تمام. هتشوفي بقى مثلا ممكن تجيبي ايه كمان؟ تجيبي عدس مثلا. العدس مثلا الكيلو ب60 جنيه، هتجيبي 2 كيلو، هتحطي في كل كيسة نص كيلو، هيبقى ال2 كيلو هيكملوا معاكي كام؟ 120. عايزين نجمع كده عشان ما نتوهش من بعض ونعرف احنا وصلنا لكام. هنجمعوهم هنلاقوهم 580. فاضل كام من ال600؟ حوالي 20 جنيه. 20 جنيه دي هتشوفي لو كيس الصلصة ب5 جنيه هتجيبي 4 أكياس. لقيت الصلصة أغلى، خلاص بلاها الصلصة، هتجيبي بدلها مثلا ملح. شوفي كل مثلا ال20 جنيه دول يجيبولك قد ملح ووزعيهم عليهم. لا مش هيجيبولي ملح، فهتشوفي ال20 جنيه اللي فاضله معاكي، ربنا قدرك وقدرتي تحطي عليها كمان 20 مثلا وتجيبي لهم 4 أكياس صلصة، تمام.
ما قدرتيش جيبي بيها ملح زي ما قلت لك وزعيها، او جيبي مثلا في بواكي شاي بتبقى 100 جرام 50 جرام، هتلاقي برضو الباكو مثلا فيها بيقف عليكي مثلا ب 10 جنيه او حاجه، هتجيبي لهم شاي. المهم انت واوعي تقولي ايه لا ده شنطه قليله، اوعي تقولي لا ده انا مش زي الشنط التانية، لا خالص. بصي يعني اقل القليل احسن مما فيش. ده برضو بيعود على بيتك بالخير. زي ما قلت لك بقى هتبتدي بقى تشوفي 4 اشخاص يكونوا يستحقوا عن حق. ازاي بقى؟ انت مثلا وانت في السوق بتشتري الخضار بتاعك، بتلاقي مثلا ان الستات بتتكلم مع بعض، مثلا تقول لك يا حرام ده جوزها تعب مثلا وقاعد بقاله شهر في البيت ما بيشتغلش، فتعرفي ان الست دي كده بيتها محتاج الشنطه دي، هتروحي تاخديها توديها لها. الحلو بقى وانت رايحه توديها، من اول ما تطلعي من بيتك لحد ما توصلي لحد عندها ادعي بقى دعوات بقى مستجابه، مش عايزه اقول لك. ادعي مثلا لو انت بداتي بجوزك، ادعي ان ربنا يديله الصحه ويكفيه شر المرض اللي ابتلى بيه جوزها. ادعي ان ربنا يهديهولك لو هو مثلا زوج مثلا من اللي هم بيبقوا متعبين شويه مع الستات وبيبقى عصبي عليها او بخيل عليها او ادعي بقى ان ايه، يا رب اهديهولي، يا رب اشفيهولي، يا رب خليهولي، يا رب ارزقه، وسع رزقه كمان يا رب، عشان انا عملت على قد ما قدرتنا دلوقتي، وسع رزقنا يا رب كمان عشان احنا كمان نوسع على الناس ديت ونديها اكتر. ادعي مثلا ان هو ربنا يكفيه شر الابتلاء، ربنا يكفيه شر الصنعه اللي هو فيها، ربنا يكفيه شر ولاد الحرام، ربنا يكفيه شر غدر الزمن. افضلي ادعي له لحد ما توصلي لحد بيت الست دي وتديها لها وقولي لها ده من عند ربنا، وربنا بيدينا احنا الاتنين، وانا اكتر منك محتاجه للدعوات بتاعتك، محتاجه لان انت تبقي كده راضيه ومبسوطه، ما تبقيش حاسه ان انت في حد احسن منك، وهتمشي تتكلي على الله. حد تاني هيكون ازاي بقى؟ انت مثلا ليكي جاره كده جوزها توفى وهي كان برضو ايه راجل ارزقي كده على باب الله، او كان مثلا في اخر ايامه كده كان تعبان وبيصرف علاج كتير وعليها ديون وكلام من ده، يعني برضو هيدخل عليها رمضان هتحس ان بيتها ناقصه الحاجات دي، هتيجي عطيها الشنطه دي. ونفس الكلام هتدعي بقى لابنك، طالعه بنيه مثلا عن ابنك ان ربنا يهديه، ربنا ينجحه في دراسته، ربنا يجعله كده من حفظة القرآن، ربنا يجعله كده يا رب كده سند وظهري ليكي انت وزوجك، ربنا يعني بصي ينجحه بأحلى المجاميع والدرجات وتشوفيه في أحلى المناصب وتشوفيه زينة الشباب كلها. ادعي من قلبك كده بصي وبالفطرة، ما تنقيش كلام اللي يجي في قلبك كده. بس طبعا انت مش هتمشي تكلمي نفسك، مش وانت ماشيه في الشارع كده هتبقي بتدعي الكلام ده وانت ماشيه كده الناس يقولوا الست ماشيه تكلم نفسها، لا، قلبك هو لسانك، هيبقى قلبك كده هو اللي عمال النبض بتاعه ده عبارة عن لسان بيتكلم بالدعوات اللي انت نفسك فيها. وشوفي ربنا هيعمل ايه، لان هو يعلم ما في القلوب. يعني بصي ربنا بقى رب قلوب زي ما بيقولوا. فشوفي انت اختاري لنفسك الخير اللي انت عايزاه كله، وقولي يا رب اللهم اني اسألك ما انت له اهل وليس نحن له اهل. انا يا رب ده مقدرتي انا، شوف انت بقى قدرتك ايه يا رب، شوف انت يا رب عطاياك قد ايه يا رب، شوف انت يا رب كرمك واسع قد ايه. فانت هتدعي طول ما انت ماشيه بكده. كذلك الشنطه الثالثه، ابنك مثلا ليه واحد زميله معاه في المدرسه معاه في الدرس، بيبقى برضه هو ايه شايف حالته برضه كده الماديه شكلها ايه، بيقعدوا بيتكلموا مع بعض الولاد برضه، ده معهوش مثلا يلعب معانا في الماتش ده متصدق ما احنا بنروح نعمله كذا هو ما بيعملش معانا، اصل ده والدته كذا، اصل ده والدته مثلا منفصله عن باباه ومعهمش مثلا امكانياتهم الماديه مش كويسه، او ان هو مثلا اللهم صل على النبي انت هم شايفين بيته شايفين وداخلين فيه وعارفين ظروفهم شكلها ايه. هيجي ابنك يحكي لك تبقي حاطه في دماغك برضو البيت ده ادي كده ايه تالت بيت، برضو هتبصي تلاقي نفسك ايه بتشوفي على النت بتسمعي مثلا، بس يعني هو اللي بيبقوا على النت دول مش بيبقوا صادقين قوي، يعني هم دلوقتي بقوا واخدينها تجاره. لا انت هتدوري على الناس اللي هي عندها الحاله دي بس مستخبيه مش باينه قدامك. زي ما قلت لك وانت ماشيه كده بتشتري حاجات هتلاقي الستات بيقولوا لبعض، هتشوفيها انت بعينك، هتروحي انت تسالي كده وتبقي اكيد انت ليكي حد من قرايبك، ممكن الاقربون اولى بالمعروف على فكره، مش عشان هي قريبتك او قريبك ما ينفعش ان انت تديله، لا خالص. عارفه ده لو اخوكي او اختك وانت شايفه ظروف بيته كده مش عيب ولا حرام، بالعكس ده الاقربون اولى بالمعروف. هتطلعي الشنطه ديت لاختك او لاخوكي او لبنت عمك او لبنت خالتك او بصي اي حد من دمك، يا سلام برضو دي يعني ده افضل الصدقات من ينفق عن اهل بيته. فاللي هو ان انت يبقى معاكي وتدي بقى لاهل بيتك اللي هم بقى زي ما بيقولوا كده قرايبك اخواتك صحابك جيرانك
كل دول يعتبروا اهل بيت. فانت هتعملي كده. ممكن انت تغيري في الحاجات دي، ممكن انت ساعتها مثلا لا مش عايزه احط رز وسكر ومكرونه والكلام ده، لا انا عايزه احط لهم سحور، شويه جبن كده، جبنه بيضه وجبنه رومي وشويه مربى، شويه حلاوه، حبه تمر حلوين، هتبتدي توزعي برضو ايه ال 250، هم دلوقتي ال 600 يعني كل شنطه 50. لا عفوا قصدي هتبقى كل شنطه هتاخد 150. انت وزعيها بقى انت بالحاجه اللي انت عايزاها. عايزه تجيبي بقى اللي هو الحاجات بتاعه رمضان زي ما قلت لك، سحور مثلا هتبقى حلوه برضو، هتوزعي ال 150 على حاجات للسحور. عايزه مثلا تجيبي بيها تمر ويميش وحاجات من دي، كان الله يعني ايه بالخير كده كتير زي ما بيقولوا بقى، هاتي زي ما انت عايزه. المهم ان انت هتجمعي شنطه تكون فيها حاجات تبسط اهل البيت ده وتوديها لهم، وزي ما قلت لك تدعي بقى كده. وشوفي بقى، انا مش عايزه اقول لك على الخير بقى اللي هيعم على بيتك قصادها. يعني زي ما قلت لك ربنا هيقول لك انت كريمه انا اكرم منك، انت اديتي واحده انا هديكي 10 وممكن اضاعف اكتر. فكل واحد هو وربنا بقى ورضاه عليه، وربنا يرضى عننا جميعا، ويا رب كده يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وان احنا يا رب كلنا يعمر بيوتنا بالخير والبركه، ويكون عندنا كلنا الرزق الواسع اللهم امين، ويهدي ازواجنا ويهدي اولادنا ويدينا الصحة جميعا، يكفينا شر غدر الزمن، يكفينا شر اليوم يا رب كده اللي ما نتحوج فيه لحد يا رب أبدا أبدا، لا في صحة ولا في مال ولا في أي حاجة في بيتنا، ولا نقصر مع أولادنا. وكل ديت الصدقة 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 هفضل أقولها لآخر العمر، اوعي تبخلي، من يبخل يبخل على نفسه، والصدقة عمرها ما تنقص من مالك أبدا، بالعكس ده هي دي بركة مالك، دي اللي هتخلي الخمسة اللي قصادها عندك بقت 50 مش 5 بس، هتخلي الحاجة اللي في بيتك فيها بركة فيها خير، هتخلي بيتك دايما عمران بالرضا، والرضا ده سر نجاح الحياة. لو انت عندك رضا هتلاقي كل حاجة حواليكي كويسة، وكل حاجة حواليكي مبسوطة بيها، وأقل القليل بيفرحك وبيفرح أولادك. ويا رب يبلغنا رمضان زي ما قلت لكم لا فاقدين ولا مفقودين، كل سنة وانتم طيبين. وأتمنى الفيديو يكون كان خفيف عليكم وتحبوني زي ما أنا بحبكم في الله. ما تنسوش الاشتراك، أنا أختكم سماح، ولو ليكوا أي حاجة أمروني بيها، أنا بنبسط قوي بتعليقاتكم. كل سنة وانتم طيبين. اللي هو على أساس تجيبي منها حاجة رمضان ليكي انت لبيتك، برضو كل واحد هو وايه وتوزيعته، بس هي ان انت تحوشيهم ازاي انا وريتك سهلة خالص. 5 جنيه كل يوم هتجمع معاكي على بال ما يجي رمضان 600 جنيه.